أستاذة خديجة، زمان كنا بنشوف يعني أمهاتنا وأجدادنا كم الرضا الرهيب اللي عندهم والحياة اللي كانوا عايشينها. لما ننظر ليها نقول إيه الصعوبة الشديدة اللي هم كانوا متحملينها دي مقارنة ببنات هذا الجيل. إيه السبب اللي جعل كتير من النساء زي ما حضرتك بتقولي ما عندهمش رضا؟ حلو. هو هذا اللي يخلينا احنا نجلس في موضوع المقارنة. ليش كانوا زمان النساء عندهم حالة رضا عالية والآن غير موجودة؟ أولا زمان تركيز النساء والرجال هو في إنشاء الأسرة، في المحافظة على كيان الأسرة، في أن يكون عنده عائلة. هذا هو الهدف الرئيسي. طيب إيش اللي يعينني ويساعدني اليوم للوصول لهذا الهدف؟ هو من خلال الرضا والقناعة بالواقع الموجود الذي عليه هذا الزوج أو هذه الحياة الزوجية. وهذا كان ليس حالة استثنائية، في كل البيوت كانت هذه الفكرة، وهذا هو المفهوم الواسع الموجود في المجتمع. والمجتمع يشجع على حالة الرضا. يعني البنت اليوم أو الزوجة لما تظهر عدم الرضا أو التذمر، كان الأهل بيتدخلوا وبيذكروا ليش ما نحن عايشين كلنا نفس العيشة، إيش الشيء الجديد اللي راح تجيبي، أهم شيء ركزي على زوجك، أهم شيء ركزي على أولادك. فكانوا يخلوا المرأة ترجع للمسار الصحيح في هذا الهدف. المجتمع كان يعين في هذا الشيء والوالدين والمفهوم العام. الآن اللي صار إيش هو؟ صار عندنا الآن مجتمع متفكك، ما عنده مفاهيم، ما عنده أفكار، خرج من إطار التفكير على أساس الإسلام، وخرج من إطار التفكير حتى على أساس العادات والتقاليد. فأصبح عندنا أفكار دخيلة، مفاهيم جديدة. المفاهيم والأفكار الجديدة تؤدي إلى سلوكيات جديدة. طيب من فين جاتنا الأفكار والمفاهيم الجديدة؟ اليوم نحن مداخل الأفكار الجديدة كثيرة، أبرزها مثلا عندنا السوشيال ميديا. بالضبط. السوشيال ميديا بتعرف كفيلة أنها تخرب بيوت. نعم، هي جزء بتظهر لك جزء صغير جدا، ممكن من مليون في جانب معين أثناء تصوير هذه اللقطة في الحياة نفسها. بالضبط. والمتلقي يعتقد أنه هي ذي 100% هي هذه الصورة العامة. طبعا ليش صار عندهم هذا التصور؟ لأنه أساسا في جهل عند الناس كيف تعمل هذه السوشيال ميديا. طبعا هذا المفهوم لما يدخل العقل يغير طريقة التفكير والنظر للحالة الزوجية. ليش أنا أبغى أتحمل فقر هذا الرجل؟ ليش أبغى أتحمل هذه العيشة؟ إلى كم مرة أنا هعيش في الحياة الدنيا؟ شبابي قاعد يروح، حياتي قاعد تدهور، الأبناء كمان قاعدين يشوفوا عند الآخرين نفس الأشياء. فنحن ليش محرومين؟ ليش أنا ما عندي؟ دائما صار في فكلما اشتهيت أكلت. أصبحت الإنسان مستهلك دائما عنده هذا المبدأ يعني. فأصبح إذن المفهوم عندما تغيرت الفكرة وتغير المفهوم، تغير كناتج هو السلوك، وتغير السلوك أدى إلى تغير المشاعر اللي هو حالة عدم الرضا. طبعا إحنا اليوم لما نتكلم عن المرأة فقط، لكن احنا ما نبغى نتهم المرأة ونقول ان هي المرأة هي هذا الحال اللي عندها. لا، هذه المشكلة أصبحت حتى عند الرجل، ما عنده حالة الرضا، عدم الرضا عن زوجته، ويقارنها بمشاهير السوشيال ميديا ومشاهير الإعلام والفنانين. نعم. وحتى عدم الرضا عن بيته، عن أولاده، عن واقعه، عن نفسه. أصبحت حالة عدم الرضا هي السائدة، والرضا هو صار النادر. لذلك المجتمع كان ما بيساعد. فالبنت لما تيجي تشتكي أنا ماني قادرة أسوي، عادي أهلها يجي يقولوا لها أساسا صح أنت كمان كلامك صحيح، ما هي بنت خالتك، بنت عمك، مش عارف إيش وهو إلى آخره. بالضبط. فأصبح الأهل ما بيدعموا. حتى لو البنت عندها حالة الرضا يجوا الأهل أنت لمتى تبغى تصبري على هذا الوضع؟ ليش ما تقولي له؟ ليش ما تكلميه؟ طب خلي هذا يساعده. واحنا بنتنا ما بتتبهدل، واحنا ما نقدرش على بهدلة بنتنا.